قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. مريت قبل كده إن في أول خطوة خطيتها في حياتك ما كانش فيها تسقيف وما كانش فيها شهود، وأحيانا ما كانش فيها حتى إحساس إن اللي بتعمله ده حاجة مهمة. في البداية كل حاجة بتبان صغيرة وبتبان خفيفة وعادية جدا، لدرجة إنك تسأل نفسك هو ده كده؟ هو ده اللي كنت مستنيه؟ لكن الحقيقة اللي محدش بيقولها إن كل حاجة عظيمة في الدنيا كانت في الأول بسيطة لدرجة السخرية. إحنا متعودين نمجد القمم ونتجاهل الطريق، نشوف حد ناجح فنفتكر إن النجاح ظهر فجأة، نشوف علاقة ناضجة فننسى الارتباك الأول، نشوف شخص واثق وننسى صوته وهو بيتهتف في أول مرة. البدايات مش سينمائية ومش درامية ومش مؤثرة، البدايات غالبا بتكون مملة ومرتبكة وفيها شك أكتر ما فيها حماس، وده اللي بيخلي ناس كتير تمشي، مش لأنهم مش قادرين، لكن لأنهم استهانوا بالبداية. ليه بنحتقر البدايات؟ لأننا عايزين النتائج بسرعة، عايزين الشعور الكبير من غير ما نعدي بالخطوة الصغيرة، عايزين الثمرة من غير ما نستحمل شكل البذرة. البذرة مش جميلة، مفيش فيها وعد واضح ومفيش فيها دليل إنها هتطلع شجرة أصلا، ومع ذلك بتكون هي البداية. كل بداية بتكون ضعيفة وده طبيعي، محدش بيبدأ قوي، اللي بيبدأ قوي غالبا ما بيبدأش أصلا. أول مرة تتكلم صوتك هيتهز، وأول مرة تكتبي الكلام هيبقى متلخبط، وأول مرة هتحب هتغلط، وأول مرة تحط حدود هتحسي بالذنب. وده مش فشل، ده شكل البداية الحقيقي. الخطر مش إن البداية تبقى بسيطة، لكن الخطر إنك تسيبها عشان مش شبه الصورة اللي في دماغك. بس خلينا نعرف حاجة مهمة، إن الاستمرارية بتحول البساطة لقيمة. البداية البسيطة لو فضلت معاها بتتحول لأساس، والأساس مش بيبان، لكن من غير كل حاجة تقع. اللي بيبان للناس هو السطح، لكن القوة الحقيقية دايما مستخبية تحت. ما تستناش تشوف نفسك جاهز، مفيش حد بيصحى جاهز. الجاهزية وهم لطيف بنستناه عشان نأكد. الحقيقة إنك بتبقى جاهز وانت ماشي، وانت بتغلط، وانت بتتعلم من نفسك. البداية مش محتاجة ثقة كاملة، لكن محتاجة شجاعة صغيرة، ومحتاجة خطوة واحدة بس. البدايات بتعلمنا التواضع. في الأول بنتعلم نسمع، ونتعلم نغلط، ونتعلم إننا مش فاهمين كل حاجة، وده درس مهم، لأن اللي بيعدي بالبداية بالست بيفضل إنسان حتى وهو في القمة. ولو أنت في بداية حاجة دلوقتي، خلينا أقول لكم حاجة بهدوء: أنت مش متأخرة، وأنت مش قليل، وأنت مش فاشلة. أنت في أول السكة، وأول السكة دايما شكله كده، مخشوش وباهت ومن غير ضمانات. بس في حاجة واحدة مؤكدة، إن اللي بيكمل بيتغير. في النهاية ما تستهونش ببساطة البداية، لأن البساطة دي هي المساحة اللي الحياة بتشتغل فيها بهدوء. كل حاجة حقيقية بتبدأ من غير دوشة، ويمكن أعظم قرار في حياتك إنك تكمل وإنت لسه مش شايف أي حاجة. في نهاية الحلقة، لو الحلقة لمستك، شارك الحلقة وابعتها لحد يكون محتاج يسمعها، وسيب تعليق على الحلقة، لأن رأيك يهمني ويسعدني جدا.